الله يسعد أوقاتكم جميعا، وإن شاء الله هيك تكونوا كلكم بخير. بعام 1999 كنت ما زلت أعمل في السعودية في مدينة اسمها مدينة ضباء. مدينة ضباء على البحر الأحمر، الموازية لغردقة هناك. وكنت قد عدت بقوة إلى الشعر وإلى حالاتي الشعرية، وقد كنت منقطعا لحوالي 8 سنوات 9 سنوات عن الشعر، وأخذت أراجع قراءاتي السابقة، يعني لأتذكر ما كنت قرأته، خاصة الكتب الهامة. من جملة تلك الكتب في ذلك الوقت كتاب الثابت والمتحول للشاعر الكبير أدونيس، وما جاء في جزئه الأول عن غيلان الدمشقي. وحقيقة لفت انتباهي بهذا القول الذي قاله عنه، وجعلني أراجع مراجعه أيضا من كتاب دكتور محمد عمارة اللي اسمه ثوار مسلمون، وبحثت عنه في الملل والنحل الشهرستاني، والأخبار وعيون الأخبار لابن قتيبة. يعني جمعت، لكن لم أستطع أن أجمع ما أريد. يعني كثير من الفجوات في حياته وفي أفكاره وفي كتبه غير موجودة، لقد طمست كما يقولون، أنه طمست أفكاره، طمست كتبه إلى آخره. فبعد أن تشبعت تقريبا قدر الإمكان يعني، فقلت إذا الآن مشروعي هو غيلان الدمشقي. لقد يعني عشت غيلان الدمشقي في كل وجداني وروحي، وما عاد استطعت أخرج منه، بقيت لي شهور يعني. فأخذت الخلاصات مما قرأت وكتبتها كتقديم للنصوص التي وضعتها عن غيلان الدمشقي بعنوان غيلان الدمشقي، وهي على طريقة الناقد الكبير صاحب كتاب استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي، كان اسمه زايد العشري، أعتقد أنه من مصر هو. فتأثرت أيضا بهذا الكتاب. هذا الكتاب قرأته بال78، عام 78. كان متوفرا في المكتبة الشعبية في سبها في ليبيا، وكنت هنالك أشتري الكتب وأقرأ. فهذا موضوعي اليوم. فأنا طبعا مضطر أقرأ لأنه نسيتها، يعني كنت حافظها بذيك الأيام. وقبل ما أقول أنه هذا النص كاملا سجلته على شريط كاسيت، ونسخت منه حوالي 300-400 نسخة. وعندما يعني هذا كان بسوريا، ووزعته لمن يحب الشعر، لأصدقائي، لناسي، للعالم. منهم من اهتم، ومنهم من عجبه، ومنهم من قال رأيا آخر إلى آخره. وطبعا أصدقائي وأعدقائي مثل ما بيقولوا، أعدقاء، هن لا تعرف أنهم أصدقاء أو أعدقاء، أرفقوا هذا الكاسيت بتقرير مشفع بتوقيع الرفاق، وأرسلوه للأمن السياسي المختص بهذه الجوانب. فحسب ما بيقولوا، طبعا أنا لا أعرف إنه الأمن السياسي بيكون مختص بالشعر وبالنقد الشعر ونقد الأدب إلى آخره. المهم أنا بجي بالصيف، يعني قضيت أياما أو أسابيع، وعدت إلى عملي. في ذلك الوقت استدعاني الأمن، اللي هو الأمن السياسي. استدعوني في القرية، راحوا لعند المختار، راحوا لعند الناس اللي بخصوني،
قالوا إنه الرجل مو هون، يعني هذا الرجل دائما مسافر، ولكن تحب نبلغه منبلغه. فوصلني الخبر. طبعا أنا يعني مثل كان يقولوا نزار قباني، يقول القصيدة واللي بده إياها وما يقعد، يعني بعد منها بيوم أو اثنين يكون غادر. طبعا أنا لا أشبه نفسي بالشاعر الكبير نزار قباني، ولكن على نفس الطريقة، لأنه نحن كنا عايشين بتلك المرحلة، ومن 40 سنة سبقت، يعني من 60 كنا نعيش أصعب مراحل التعامل كمواطنين مع القمع وأجهزة القمع والتقارير الأمنية اللي يبعثوها المتبرعون إلى آخره. المهم، ولكن انتهت القضية بمساعدة، الحقيقة بمساعدة صديقين عزيزين، أنهوا الموضوع وطولوا الملف حتى استطعت أعود على سوريا آمنا يعني. فالمهم، هذا هو الذي سيكون موضوعي اليوم في هذا الفيديو. فغيلان الدمشقي هو أحد المعارضين لحكم بني أمية في ولاية هشام بن عبد الملك. تأكدت يعني معارضته. غيلان عاب عليه مظالمه ومظالم بني أمية باسم الحق الإلهي والجبر. غيلان صاحب فرقة سميت الغيلانية. نادت الغيلانية أن الإنسان حر مختار في تصرفاته وصانع لأفعاله، وهذه يعرفونها من قرأوا عن المعتزلة وإلى آخره من الفكر الإسلامي. أخذ العلم عن الحسن البصري، وأخذ مذهبه عن الحسن ابن محمد ابن الحنفية ابن الإمام علي ابن أبي طالب. أقنع الخليفة العادل عمر ابن عبد العزيز في أفكاره. جابوه وناقشوا واقتنع فيها عمر ابن عبد العزيز. فاستعان به الخليفة عمر بن عبد العزيز في تصفية أموال التي صودرت من أسرته من بني أمية، وردها إلى بيت المال. ولكن غيلان أفرط في الأمل، حيث حول عمله إلى ساحة شعبية يلقي فيها عبارات الإدانة للظلم والظلمة، وإلى مظاهرة سياسية واجتماعية تعري نظام الحكم الأموي من ثيابه الزائفة، التي حاول بها ستر الكثير والقبيح من العورات. وقد تجدون كلمات أنا مقتبسها اقتباسا وليست من عندياتي. حاول بها الحكم الأموي من ثيابه الزائفة التي حاول بها ستر الكثير والقبيح من العورات، وكان ينادي بهذه الكلمات ويقول: تعالوا إلى متاع الخونة، تعالوا إلى متاع الظلمة، تعالوا إلى متاع من خلف رسول الله في أمته بغير سنته وسيرته، هذا يأكل والناس يموتون جوعا. مر هشام بن عبد الملك، أكيد حدا فسفس له روح شوف شو عم يسوي غيلان بتراثك وعيلتك كلها. سمع أقوال غيلان وشتمه لآبائه فأوغرها في صدره. وحين مات الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز مسموما كما تروي أو تجمع كثير من المصادر التاريخية، وتسلم الخلافة هشام أخونا بالله بن عبد الملك، أصدر أمرا بالقبض على غيلان. غيلان شمع الخيط وهرب إلى أرمينيا. ولكن المخابرات السورية في تلك الوقت، في تلك الأزمان أو في ذلك الزمن، ألقت القبض على غيلان وعلى صاحبه صالح أيضا. وبعث هشام، شوف شي يبرئ نفسه تاريخيا، يعني أنه أنا ما بدي أحكمه، بدي أجيب له واحد عالمي حاكمه. بعث هشام لجلب الإمام الأوزاعي
لمناظرته، وكان بالشام، يعني بمناطق من مناطق الشام، يمكن كان بلبنان في ذلك الوقت، لمناظرته، فأفتى الأوزاعي بقتله. هيك خبط لزق. صلب على باب كيسان بمدينة دمشق. باب كيسان هو ما يزال موجودا حتى الآن عند دوار المطار. هنالك سور دمشق القديم، هنالك يوجد باب كيسان في تلك الزاوية المطلة على أول ساحة التي تسمى ساحة البيطرية، أعتقد هي التي منها يكون الخروج باتجاه مطار دمشق الدولي. وأنا طبعا زرت هذا المكان وتخيلت كل الحكاية تبع غيلان الدمشقي. صلب على باب كيسان بمدينة دمشق، ففرح خصومه الفكريون بقتله لموقفه المعادي من نظام بني أمية. أحد خصومه كتب قائلا إن قتله أفضل من قتل 2000 من الروم. ما عندهم غير القتل بهذيك الأيام. وقد تنبأ له الحسن بن محمد ابن الحنفية ابن الإمام علي ابن أبي طالب بهذه النهاية، حيث قال: هو حجة الله على أهل الشام، ولكن الفتى مقتول. أول شيء أمر هشام بقطع يديه ورجليه على الصليب مع صاحبه صالح، لكن غيلان مع شدة الألم لم يتوانى بأن يطلق آخر كلماته ضد الظلم والظلام من بني أمية وهو في هذه الحالة على الصليب، حتى أنه أبكى الناس. لكن الأمويين جاءوا إلى هشام يقولون له: قطعت يدي غيلان ورجليه وأطلقت لسانه؟ إنه أبكى الناس ونبههم إلى ما كانوا عنه غافلين، فأرسل إليه من قطع لسانه فمات غيلان. هو ذكر في عدة كتب، يعني من كتب التراث، ولكن كلها كانت يعني خفيفة جدا. أنا كما قلت طمست كل كتبه وأفكاره وأخباره، كما يفعل حتى الآن في الحاضر. النصوص غيلان الدمشقي قد لا أذكر أنا أنه هنا يقول المغني، أو هنا يقول الراوي، أو هنا غيلان ذاته يتحدث بنفسه، وهكذا. والمستمع يدرك مثل هذه الأمور. يا شامي عند الكتاب دمعي نزل على الخدين، شكال بجفوني ضبابه والغيم هوم نور العين، زرعت دموعي ربابه بتراب روحي هالحزين، غنوة بآه الشبابه خفقاتي قلبي والحنين، أشجاني وجد صبابه بكى لكن ما له آنين. غيلان شو قصة جروحك، نازف وسايل من روحك، يا خوف فارس طموحك يركع عطش عالركبتين. غيلان يا هالحلم الشارد بعيون قاسيون العانيد، دمك أرخص عند يزيد بكتير من دم الحسين، عينك من ربا مداها خطوات عقلك سداها،
شرياني روحك غذاها، دفق العطا من الحسنين، ومشيت على الدرب الهالوك، قال الحسن رح يقتلوك، مقتولي فضاح الملوك بالشارع والقوانين. يا طولي دربك يا واعي، وشوك القلق بمضجعي، والكل بيقول ارجعي يا روحي عن درب الكمين. باسم الجماعة يا شريد، وعياك عن الأم بعيد، مقتولي بشرع الحديد، كل مين زارع براسه عين. دعوة محمد للإنسان، سوات لك المؤمن كيان، سلمان صفى بالإيمان، من بيت الحسن والحسين، نسيوا محمد والفروض، وباعوا النبوة بالعروض، وعمنهاج الحكم العضوض، سال الدماء على الركبتين، أبو سفيان المصاري، كبا العنان الغفاري، ومن صحاري لا صحاري، وحيد بين الغربتين. غيلان يا بعث الطير حر، صر بجيفونك أبو ذر، ما بيني ربذي والأمر، للموت صفى معنايين، مقبولي لو عاش الفريد، مسجوني بوعي العنيد، يا ناري قلبي عالوحيد، لو مات بالمنفى حزين. ما بين الحكم والهشام، ضاعت بساتينك يا شام، أمية والحزب الظلام، صاروا لا برد ضفتين. غيلان يا صرخة بالظلام، فتحت جهنم اقتحام، بمساعدة ذاك الإمام، بعت الحكومة ببصلتين، ناديت يا الله يا عباد، نفتح على الأمراء ما زاد، وتجمعوا من كل واد، حضروا العرس بالزفتين. تعالوا يا أهل الشام، يا فقراء يا جوعانين، مزاد المال الحرام وأهل الأمر السرائين، تعوا لسوق الظلام اللي حكموا غصب الإسلام، ونرد المال الحرام لبيت مال المسلمين. وأول ما نبدأ بالبيع زيف الإيمان الوديع، وهاتوا هالحكم الخليع وأصنام الفكر اللعين، هاتوا عتبة هاتوا هند يلي لاكت أطهر كبد، قررنا من كل بد نفضح دور الأمويين. أبو سفيان نبيعه، أبو سفيان بتمرة، وهند بمتليكة صفرة، والحكم نبيعه بكسرة. يلا وين الشرايين؟ الخليفة برغيف ونص، والشعر بإيده من قص، قرب جرب شوف الرخص،
تعالوا يا محرومين، تعالوا اشهدوا الخلاص من تحايل ابن العاص. قررنا نبيعه بمصاص للأطفال العطشانين. هاتوا يزيد ومروان، هاتوا جواري سليمان، وهاتوا صريع النسوان، هاتوا كل السكرانين. ولا تنسوا تجيبوا الحجاج يولي لمه من الإخراج. بدنا نبيعه بأكل دجاج ونقطع قلبه بسكين. جيبوا قواد العسكر، جيبوا الأخطر بالأخطر، جيبوا كل راس مخدر لعم يركع باسم الدين. اليوم الفرحة لها الناس، شيلوا من القلب الوسواس. جيبوا الوزير الخناس، ضايع ما حد عارف وين. دورنا بدار الأركان، دورنا بساحل ميدان، دورنا بسوق النسوان ومحلات العطارين. لكن في حارس عبيط راسه حزمة أرنابيط، قال نسيتوا الشراميط. هلأ غارق للقبطين، وفعلا رحنا على الماخور، لقيناه مطين مخمور، راكب وحدة مثل الثور وناسي يشيل النياشين. جبناه من بين النسوان، نصه تحتاني عريان، مراية حياته عنوان، ضاعت عنها العناوين. هو له كتاب اسمه مراية حياتي، بتعرفوه. جبناه من بين النسوان، نص التحتاني عريان، مراية حياته عنوان، ضاعت عنها العناوين. بدنا نبيعه بأكلة رز وننسيه ليالي العز، يلعن أصله وذاك البز الزاني ابن الزنايين. والحزب الأموي المنخور من سيقانه للدستور، جيبوه وجيبوا الطرطور اللي بإيده ختم الأمين. جبنا الخبثة والأوغاد، الأرض بتحتاج السماد. تراب الشامي يا معتاد، نفايات الدهاقين. هاتوا نهاب الخيرات اللي سرقوا كنوز الآثارات، أهل الرتب والبدلات، القواعد والشغالين. المصوا قلبك سوريا، حرامية أمية، وتركوها عم تتفيا بحسنات النفطيين. ربونا مثل الديدان، ناكل ونغزو الخيطان، وصرنا نخاف من الحيطان يكون لها فعلا اذنين. ربونا مثل الديدان، ناكل ونغزو الخيطان، وصرنا نخاف من الحيطان يكون لها فعلا اذنين. وصرنا نصلي مثل الفرض، طاعة للي هتكوا العرض. دفنوا عزتنا بالأرض وشخوا عليها بنزين. بعهد الإمام العادل صار المثلي متفائل، عم نحلم بالمناجل تحصد روس الأمويين. لكن نجيل الهالوك يا حسرة نسيوا الحصدوك. شرشك أي جذرك تحت الأرض يلوك الفرصة والحقد الدفين. ما كملت فرحتها الشام، تاريها نفخة إعلام. نرجع لعند هشام وعودة سحب السكاكين. أولها أصدر فرمان، ألقوا القبض على غيلان، وردوا كل شي كما كان، جيبوا غيلان اللعين. وضاقت عليك الأرض يا غيلان، ولا زمانك يا أبو الشجعان. الفقراء اللي كنت لحقوهن نسيوك، ونفضوا إيديهم منك وعافوك. وشوية الأبطال اللي يحبوك بالسجن خلف القيد والقضبان. وتسكرت بوجهك الأحلام، ونامت على عيونك ليالي الشام. جناح الغراب يلطخك بصخام، وغربة فؤادك تنعق الغربان. صام الحنين بقلبك وصلى، والفكر صب الدمع وتجلى. اطلعت بعيونك نحو الله وناديت يا الله يا رحمن. حكام شامك يا إله الكون، بدهن شعب يمشي بدون عيون. الشورى خناجر والغصب قانون، وحطوا الأعور حكم على الميزان، وقلعوا الحرية ملابسها.
وشلحوا الحرية ملابسها، وزير النساء بالليل حارسها، ما عاد نعرف مين عرسها من كتر ما نزفت على السيقان. ولليوم بعدها بغرفة التوقيف طالع وسخ فايت خيال نظيف، يا رحم هل كانت حباله ليف تقطع كأنه أضعف الخيطان. يا رب يا اسمك انت الله، شلون عن هالشام تتخلى؟ كل مين صلى إلك هو صلى لما تساوى الكفر بالإيمان. وشو جاوبك مولاك يا غيلان؟ ربك بجاوب صوت ما له لسان. قال لي بقلبي، قال لي بقلبي الحق يا غيلان ما هو فرح يرقص على الأغصان، الحق يا غيلان بصة نار بيحرق خضار الدرب بالأعمار، بيحرق ديار وساكنين الدار، ويا ما ترك عالم بلا عنوان. الحق مثل السيف فوق الناس، غصن بشتاء وجامد الإحساس، بالدم يروى بالدمع ينباس، والسقف ما بيوقف بلا حيطان. وشو قلت يا غيلان لربك مدام ألهم هالحكي بقلبك؟ غيلان خبرنا لا تتلبك، شو صار بعدها معك يا غيلان؟ غيلان عرفت الحقيقة، عرفتها بقلبي وشفتها، وغربة حياتي مثل عين وعين، شفتوا شي مرة عين تكره أختها. الغربة ما هي تترك وطن يومين أو شهرين أو سنتين، الغربة إذا الحق اندفن بين البشر والبطل فتح عين، والناس ناموا سكر خلف الوين، وقلب الحقيقة ما إله إيدين. ما عاد عرفت مين نام بتختها، من جنبها من فوقها من تحتها، عمية وسكرت 1000 كاس وكاس، تركت أصابعها بلا إحساس، تعرت 1000 مرة أمام الناس، المخدرين بإبرة الكابوس، بالرعب بالسحل بلا ناموس، بالهلع أو مصل الفزع يلي انخلع منه قلوب وروس. ذكرى الألم لو عششت بنفوس، تمشيط لحمك عن عظامك أو ترك عظماتك بدون مخاخ، أو يربطوا تبعك بدون شخاخ، أو يسحبوا ضراسك بزرادة، أو يشمطوا ظفارك بشدادة، أو يقرضوا شفة من شفافك، أو يزرعوا مسامير بكتافك، أو ياخذوا عرضك ورا الحيطان، يفضوا البكارة ويزرعوا الخذلان، والعار ينمى والشرف غرقان. ذكرى الألم يا ما تحول ظلمنا خصيان، ويا ما نبت منها شعر عسنان، ويا ما تخلي للوهم أحضان، تركن إلو بعد التعب فرسان، ويحاذروا من حكحكة الغصان، من أهل والجيران والصبيان، حتى الطوبات اللي بالحيطان، من خوفنا قلنا لها آذان. أعتب أنا لا أنا ما لمتها، أعتب أنا لا أنا ما لمتها، وحق اللي صب الصوت جوا صمتها، وحق اللي نبت في عيوني شوفها، وخط الحقيقة على البصيرة الصافية، وكسر مثل خبز الفقير حروفها بكاسات روحي الدافية. أعتب أنا على مين؟ على الإنسان، على الزمن، على الظلام، على الطغيان. أعتب على الله، على الشيطان، أعتب على كفري، على فقري، على ديني، على الإيمان. أعتب على روحي اللي سكنت هالجسد، طير ولبد من شم ريحة موت من صياد،
طار وسكن عتم الأبد، أعتب على سنونه لعشه عاد، أعتب عتب جارح فقط، عتب الحروف المثل مرأة بالغلط، فز الشبق عسنانها وفما لقط، شفت حبيبة وطرشت دمه نقط، أعتب قلبي الحس بالإنسان ولما سكر من خمرة الأوطان، وحب الحقيقة روح ما إلها جسد، أعتب عبزك آخ يا أمي اللي رضعت منه النار في دمي، وعمر فؤادي بهوى الإنسان، إنسان أرضك يا بلد، عتبي على القلب اللي عشقك يا بلد. والأوزاعي يا غيلان، هل يعقل تابع غلطان مع أنه فقيه كبير بالحديث بالقرآن؟ خبرنا القصة، شو صار، شو قلت له، وإيش الدار، شو فلتت منك أفكار بتناقض شرع الديان؟ لا والله يا أهل الشام، إسلامي أصدق إسلام، بس خروجي على الإمام اعتبره كفر وامتهان. قلت له الحكم العضوض من الله ما هو مفروض، صار وجهه أصفر مخضوض كأنه ملطخ زعفران، تهمني مطلع إفتاء تسمح بشتم الأمراء، وسماكوا الشعب الغوغاء رعية بسعر القطعان. قلت له أهالي الشام من ماضي الأجداد كرام، واللي مفكرهم أغنام بعده بعقلية الرعيان. قال لي أنت ضد الدين، حكمك حكم المفسدين، عم تشعل بالمساكين نار الثورة والعصيان. قلت له يا شيخي لا، شيخ السلطة دينه رأ، بوجه الوالي كلمة حق أمرنا فيها القرآن. قال لي بلبلت الأفكار بتعمل للأمة دمار، واللي بيخرج على الإطار لازم يحرق بالنيران. قلت له ابن الخطاب من قبلك جمع الأحطاب. قال لي اسكت يا كذاب، بدك صلب وقطع لسان، صحت بوجهه يا رعديد، أحكامك ما فيها جديد، هالحاكم شو ما بيريد عم بتفتله الخيطان، دوم باسم الاستقرار، حبل الفتوى على الجرار، الأحرار بشرعك كفار، يا حسرة وين الإيمان؟ وصحت بحرية مجنون، اسمعها مني يا عثنون، أبو عثنون، اسمعها مني يا عثنون، اعلن هشامك ملعون باسم الأمة والأوطان، من سابع جد طبعا. وقلت له يا أوزاعي، قلت له يا أوزاعي فقهك جامد إقطاعي، شرعك ثابت مواعي مجلد بالراس الجمدان، خروجي حق ومشروع، وحديث الوالي موضوع باسم السلطة والممنوع، أفتى بقتلي للسلطان. وصاح المنادي في حواري الشام، وصاح المنادي في حواري الشام، رد الصدى ولطخ سمعها سخام، على باب كيسان بدمشق اليوم روحوا اشهدوا تنفيذ بالإعدام. كيسان يا باب الخزي كيسان، كيف قبلت هالعار والخذلان، قبل المسيح بجلجلة صلبوه، ثاني مسيح بينصلب غيلان، بأول المشوار قطعوا ديه، وتاني عذاب قصقصوا رجليه، لكن بقي لسانه حبيب الناس، بكى العباد وما بكت عينيه. لكن يا حسرة الناس ما فيهن يعطوا سوى دمعات عينيهن، واليأس ذيب وجاع بالآمال، ذبح عاجل ما تراعيهن، وراحوا الأمويين للسلطان ما أغشمك، كيف صلبت غيلان، قطعت له الإيدين والرجلين وتركت أخطر ما حواه لسان. هشام هالحاقد عطاهن أمر، روحوا اقطعوا لسانه بحد البتر، قصوا لسانه وعند ما قصوه، وحد إلهه وانكفأ عالصدر،
وبقيت عيونه للزمان تقول احمل صليبك للخلود تنول. شيخ الحسن لما عرف غيلان من يومها قال الفتى مقتول. وآخر كلمات غيلان على الصليب: يا ناس، يا غربة قناعة بالوفا، يا سهر عضفاف الهمز يهل النميمة واللمز، يهل المحبة والخبز يهل الجفا. من أجلكن نبتت على شفافي الحكم، لما سقيت عيون ما ألفت فرح. من أجلكن عقلي ترهبا للترح، من أجلكن نسيت المرح، من أجلكن نسيت المرح. حتى ولا أي هوى بقلبي هوى صوب النعم. صليت 5 فروض لرب السماء، وصليت 5 فروض أخرى لجلكن، ورمضان واحد كنت أصومه مثلكن، وباقي 11 شهر عايش جوعكن. انتو قتلتوا الجوع بكسرة خبز، لكن أنا للخبز يكسر جوعتي وللمي ترويلي الظما. شجرة أنا ربيت عنهر دموعكن، صارت سنديانة غصونة للسما، وشروشها تشرب من كفوف الدمى، وظلالها لما على الحر ارتمى. جابوا الفؤوس وحطموها بالعمى، يوم قطعوا فروعها القصد فروعكن، يوم يبسوا جذوعها اليبس لجذوعكن. وحدي أنا مصلوب، شو صعب الألم، دقوا مسامير الظلم جوا القلب، والدم نازف فوق خشبات الصلب. شفت القمر منه شرب، والشمس طبعت كفها بدم العذب. مثل المرا لطخت على خد الشرق، نفضت أصابعها على وجه الغرب. سود لياليها الحرق والنور ولا وانهزم. يا أخوتي قلبي رخص عقلوبكن روحي، يا أخوتي قلبي رخص عقلوبكم وروحي اللي ألفت هالجسد كانت غزالة سارحة بواحد أحد، وقبلت لأجل رواحكن تصفى عدد. دخلت بحال همومكن طلبت مدد، كيف انتسلي ثوبها من ثوبكن. نسيتوا سواقي الدمع يا رفاق الشقا، ما جففتها الشمس رغم الصيف. نسيتوا العهد يوم الحلفنا عاشفار السيف، نسيتوا الحيرة اللي رمتنا عشواطي الكيف. مثل الفراش بكاس شمعة حيف، سكرة نبيذ النور سكرة معتقة. محلى الصلب قرب جبيني من الشمس، صرنا أنا والشام عم نقعد جهار. صاروا الأحبة يلتقوا تحتي على عين النهار. لكن يا وعي، لكن يا رعبي، الصلب لو صفى شعار. وعشتوا على خبز الأمس والخمر، خمر الدم نساك العرس. تقطيع أطرافي أنا حسيت، لكن الأصعب كان مغلي الزيت. والأصعب قلبي كان حقنة نذالة صرت للسكان، لما رأوني من الوجع غميان. والناس شافوني وبكوا وما بكيت. والدم يا دمع الجروح الصافية بكل القيم عند البشر معزوز. الخنزير بماضي الزمن يلي ذبح تموز، وطرش دماء على الأرض بذرة فوز. وفارت شقائقها قبل عشتار حب الدافية. سبحان الله بصورة الرحمن، كل من عليها مهما طول فان. أما على الصلبان يا إخوان ما هم عليها، بالحقيقة هم على الصلبان. سلام على من ولد بالميدان، سلام على من عاش بالميدان، سلام على من مات بالميدان.
من جلجلة فادي الحياة الأولي لجلجلة ابن الحياة غيلان، لجلجلة ابن الحياة غيلان. هل في فرق يا أخوتي مرتفع قرب القدس بفلسطين، أو مرتفع بالشام في كيسان، أو رملة البيضة ارتفاع الفجر في لبنان، أو مقتلي بكاتم بهالأزمان؟ شاهر خضراء، مدينة ضباء، 1999. وشكرا جزيلا.